ازيكم، اخباركم ايه؟ واهلا بيكم معانا في شقه جديده وفيديو جديد. وفيديو النهارده فيه مفاجآت كتيره جدا لكل عريس وعروسه. استنونا بقى واستمتعوا معانا بكل جزء في الفيديو. حطوا لنا لايك لقمر النهارده. لاول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا جدا من الافكار اللي بنقدمها والديكورات. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك، كل فيديو هتخرجوا منه بفكره جديده. بصوا بقى القمر النهارده، شقه عروسه مصريه بتفاصيل حلوه قوي. بصوا المستردة مع الابيض تحفه، مش مع الاوف وايت، كمان مع الابيض حلو قوي. الانتري المستردة مع اسود حلو جدا اللونين مع بعض. الستاير سامبل، بصوا مستردة مع برضو درجات الاوف وايت. المكتبه مش جبسن بورد، خشب. بصوا الجمال، بصوا تنسيق الالوان. ده الريسبشن، هنا في السفره وفي الانتري. الترابيزتين هنا بتوع السفره استانلس. بصوا بقى المكتبة الخشب حلوة قوي، داخل فيها برضه درجة من درجات المستردة. عجباني قوي فكرة السجادة أبيض في أسود كترة بقى، يعني ما احطش بقى المستردة كمان مع الألوان. حلو جدا التنسيق وتفاصيل الدهانات. الحيطان هنا درجات الأوف وايت الخفيفة أو الفانيلا لاتيه. بصوا بصوا بقى الجمال، والرجلين هنا ستانلس بتاع الانتريه. بصوا النيش عاجبني قوي، فكرته سيمبل قوي. الجزئين بتوع النيش دول يا بنات ممكن ينفصلوا. المكان عندك مش تحط البار لوحده او البوفيه لوحده، والضفتين بتوع النيش الكبار دول يتحطوا لوحدهم. وكمان النيش من حلاوات الحاجات الجميله قوي، النيش ما عادش كبير، يعني ما نجيبش الحاجات الكتيره قوي اللي ملهاش لازمه دلوقتي في العفش. كل ما نبسط كل ما يكون اجمل. وصدقوني ما حدش بيخلص كل الصيني او الكاسات والحاجات اللي عنده. هنا العروسه جايبه حاجات حلوه جميله قوي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الجزء ده كله الكريستالات، يعني حتى الجزء كله هنا الكريستالات في الجزء ده. بصوا الجمال. وانت لو هتشتري كريستال حاولي تبسطي حاجات، تبقى سيمبل قوي، الكريستال الساده او حاجات فيها سيلفر او فضي من غير افوره في الشكل، تبقى الطف كتير. وهنا بقى الحاجات التقيله، صيني، اركوبال، اركوبايركس. الجزء ده بصوا بقى المرايه اللي فوق حلوه قوي شكلها. ورا الضفه التانيه من النيش برضو في الكريستالات. بصوا هنا الجمال يا بنات. الشقة دي بقى فرشها المكتب الفرش العرايس، أول مكتب متخصص فرش العرايس بفريق كامل من البنات مدربين جدا. بنات أمارات بيفرشوا بشكل راقي قوي. بصوا بقى الجمال ده، أسلوب الفرش بتاعهم. كمان فيجو بيعمل خصم جامد لكل متابعين القناة على أي حد يفرش، أي عروسة تفرش شقتها. صدقوني أفضل تعامل، أفضل بنانيت بيفرشوا الشقة بنظام، يعني يعني اول مره يكون في مكتب لفرش شقق العرايس، مش مجرد واحده متخصصه، ده مكتب كامل بيلف كل مصر وباقل سعر لمصر واعلى تنسيق وباسلوب راقي جدا. هحط لكم رقم الفون بتاع مكتب فيجو، واي حد من القناه يقول انه متابع لحكايات جيجي، وان شاء الله يبقى لكم خصم حلو جدا. المطبخ هنا اوبن على الريسبشن. بصوا بقى تقفيله المطبخ لفوق، ودي من الحاجات الحلوه قوي اللي دايما بقول انا عندي مساحه اقدر استغلها. مساحه المطبخ صغيره، استغلي لفوق، اعملي تقفيلات لفوق في حاجات احنا في المطبخ مش دايما بنستخدمها. الحلل الكبيره، الحاجات اللي انا وانا عروسه مش هستخدمها في الاول، فممكن تستخدميها بقى فوق في التقفيله اللي فوق. اول حاجات الزيادات، لان احنا كمصريين بنجيب عفش بزياده شويتين. هنا الميكرويف، وهنا الفرن الكهربائي فوق بعض اهو. بصوا هنا تقفيله المطبخ مساحته مش كبيره بس متنظم صح. وتشوفوا بقى ده التنسيق والفرش بتاع مكتب فيجو. فيجو كمان مره عامله عروض حلوه جدا وخصومات لكل عريس وعروسه بيروح اي مكان في مصر. التواصل بس، عرفوا انك متابعين للقناه وان شاء الله لكم خصم كويس جدا. هنا بقى حاطه طقمي هنا شاي فوق. كل مره بعرض لكم فيديو بفكره جديده، يعني انا بعرض لكم النهارده لمكتب فرش عرايس، فطبعا هعرض لكم بقى ازاي مرتبين النيش، ازاي مرتبين الأدلبة، أوض النوم، كل التفاصيل دي. والمطبخ هنفتح ضلفة ضلفة، مش بعمل كده في الشقق الأجنبي، لكن هنا عشان احنا بقى كمصريين بنهتم جدا بالفرش، بقى عندنا أجهزة كتير وبسم الله ما شاء الله كل حد بيجيب لبنوت وحاجات حلوة، فبنحب نعرض ازاي ننسق ده أو نرتب ده. بصوا بقى تنسيقهم، ده طقم تاني، طقم قهوة أسفة جاتوه بالشاي بتاعه، طعم شاي كامل. هنا طقم الاستكانات بتاع القهوة. تقفيله المطبخ فوق الشفاط اللي فوق البوتاجاز، لان المساحه هنا مش كبيره.
بصوا هنا الاركوبايركس محطوط هنا. الاركوبايركس من الحاجات اللذيذه وشكلها حلو، بس هو يعتبر طقم مطبخ اكتر منه طقم تقديم، الا لو كان سيمبل قوي وابيض او حاجات مفيش فيها الوان كتير. وطبعا في ناس بتحب تجيب الالوان الفواتح عشان لو النيش كله ابيض يديلي الوان مبهجه. هنا بقى مجات شاي وكاسات للمطبخ، لاستعمال المطبخ اهو. انا بحب الحاجات الملونه دي، بتدي شكل برضو. قد بحب الساده قوي السيمبل، الحاجات الملونه بتدي شكل مختلف. بصوا هنا الجمال دي انسه من فريق عمل فيجو. ده تنسيق المطبخ كامل اهو. بصوا قد ايه المطبخ مساحته مش كبيره، بس كل جزء فيه. هنا بقى الركن ده بتاع التيفال والسيراميك البورسلين، كل الحلل في مكان واحد. الستانلس هنا بالكنك بتاعه بكل تفاصيله. حلو قوي ان يبقى كل حاجه في مكانها، ابقى عارفه ان انا هجيب تيفال هجيب ستانلس. بيبقى متنسق بشكل حلو. العروسه بقى بتحافظ على التنسيقه دي، ارتاح جدا في العفش بتاعها واستخداماتها. هندخل دلوقتي بقى على الاوضه النوم، تنسيق الدولاب والفرش. ده بقى ترتيب النيش. العروسه بقى في البدايات ما بتستخدمش كل ده، فطبعا ده لما يكون موجود في الضلفه من فوق فمش هيضايقني في حاجه، لان مش هستخدم ده مع وجود سلم بقى، خاصه لو المساحه عنده صغيره وهقفل المطبخ من فوق. عندك امكانيه تقفليه من فوق، عمره ما يضر. حاجات بتحبي تخزنيها، حاجات مش بتستخدميها بتبدلي طقم مكان طقم، فيبقى عندك المساحه تقدري تعمليه. بصوا هنا في جبسون بورد سيمبل قوي فوق في سقف المطبخ. ده كده ريسبشن والمطبخ. ندخل بقى على الاوض النوم. بصوا جمال النيش مترتب حلو قوي، اللهم بارك. شابوه فيجو التنسيق بتاعكم والتقديم، وبجد كل اللي اتعامل معاكم بشكركم جدا على حسن التعامل والرقي والاسلوب، والفريق بتاعك فيجو فعلا رائع. بصوا هنا ده بقى الحاجات بتاعت الجيلي والرفايع بقى الاساسيه بتاع برضو النيش والتقديم اهو. حاجات بتاعت التقديمات شنطه المعالق. بصوا ده كل ده بوهيمي اهو. ده الكارت بتاع فيجو، وده الطقم الصيني الاساسي. لازم يتحط في الجزء اللي تحت مش في الازاز عشان يبقى يستحمل. طبعا ما عادش حد دلوقتي بيحط الصيني في الازاز نفسه في الجزء ده. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكره. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اول تعليق مثبت هسيب لكم رقم فيجو وتتواصلوا معاه، وكل عروسه وعريس من عندنا ان شاء الله لهم خصم كويس جدا.